وكما نقول في حياتنا الكنسية إن ملك السلام يستطيع أن يهن السلام، فالمطلوب من الله أن يعطي مصر سلاما، يعطي لقيادتها حكمة، يعطي لهم سلام في القلب وحكمة في العقل، لكي يكون تصرف واحد من حكومتنا الرشيدة يكون بالتعقل لكي نتخلص وتخلص مصر مما أولي به من هذا الإرهاب الأسود. الله يعيد عليكم أمثال هذه الأيام بخير، وكل عام وحضراتكم بخير. بعد قداس عيد الميلاد المجيد بنقول له قدس ابونا يحنس كل سنه وقدسك طيب ابونا. وانت طيب يا حبيبي. عايزين قدسك ابونا بعد نهايه القداس في شعب كتير كان حاضر معانا النهارده، لكن في ناس كتير طبعا ظروف ما سمحتش ان هي تيجي وتكون معانا، فحابين قدس ابونا يحنس ان هو يهني شعبه واولاده اللي في البيوت وما يجوش معانا بعيد الميلاد المجيد. اولا كل سنه وانتم طيبين بعيد الميلاد، كل اللي جوه كل سنه وانتم طيبين، واللي ما جوش برضه كل سنه وهم طيبين، ونتمنى يا رب يكون عيد حلو علينا كلنا. بنصنع خير دايما ونفرح بميلاد المسيح، ونحس ان فعلا النهارده عيدنا عيد ميلاد حلو نستفاد منه، ويبقى كل من يرانا يعرف ان احنا مسيحيين النهارده اتولدنا ولاده جديده مع المسيح. شكرا خالص يا قدس ابونا، وكل سنه وقدسك طيب وربنا يخليك لينا دايما. وانت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك فيك وكل سنه وانتم طيبين. شكرا ابونا، شكرا خالص. وبعد نهايه القداس برضه معانا ابونا ثيودوروس، بنقول له قدس ابونا كل سنه وقدسك طيب ابونا. وحضرتك بالصحه والسلام. ربنا يخليك ابونا. عايزين من ابونا ثيودور تهنئه قلبيه من قدس ابونا لشعب الكنيسه. قدسك النهارده حضروا معانا ناس كتير في القداس والناس كلها مبسوطه، لكن في من اولادك ابونا ناس في البيوت ما سمحش الظروف ان هي تكون معانا، فعايزين قدسك النهارده من خلال كاميرا الشباب انك يا ابونا تدي تهنئه صغيره لاولادك اللي في البيوت. طب احنا بنهني طبعا كل اولاد الكنيسه وكل المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وده عيد ميلاد رب المجد اللي هو تجسد عشان خاطرنا كلنا، فكان يفضل ان كلنا نكون موجودين مع بعض عشان نحتفل بالميلاد، اللي هو زي ما يكون ضيف جاي لك عشان يساعدك وانت ما تجيلوش. فيعني كل سنه وانتم طيبين. على عين اكيد عندكم ظروف معينه هي اللي منعتكم من المجيء، فنتمنى ان شاء الله الظروف دي ما تكونش موجوده في عيد القيامه، ونشوفكم معانا في عيد القيامه نحتفل مع بعض بقيامه رب المجد، وكل سنه وانتم طيبين واسركم كلها بخير. قدسك طيب ابونا، شكرا خالص على معنا. شكرا خالص يا قدس ابونا. وايضا معانا قدس ابونا دكتور ماركوس ناشد بعد نهايه قداس عيد الميلاد المجيد، بنحب نهني قدس ابونا بعيد الميلاد ونقول له كل سنه وقدسك طيب ابونا. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، الشعب القبطي كله طيب في اليونان وفي مصر في كل العالم. عيد الميلاد عيد الحب المتجسد وعيد السلام الساكن في القلب، لما المسيح يولد في مزود قلوبنا يحل بسلامه في قلوبنا في حياتنا في بيوتنا. أتمنى للكنيسة هنا في اليونان كل الخير وكل البركة، وللآباء ربنا يعوضهم خير على تعبهم وسيدنا، وأتمنى للشعب أن يكون حياتهم كلها أفراح وسلام وعيد دائم بالمولود، مولود بيت لحم قادر أن يبارك كل بيت في اليونان عندنا في كل بلاد العالم، لكل أحبائنا وأصدقائنا ومعارفنا. وبرجو أن يكون العيد بداية لكل الشعب القبطي في اليونان بالتحديد، عشان احنا في اليونان نقول لهم انه دايما نشوفهم باستمرار فرحانين زي ما هم فرحانين يوم العيد، يكون كل يوم عيد بوجود ربنا في حياتنا وبوجوده في كنيستنا وبوجوده في قلوبنا وبوجوده كمان في كل أنشطة في الكنيسة تقام لمجد اسم ربنا. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة على الكل. وطبعا فرصة قبل ما ننسى طبعا بنعيد على أبونا
قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، وبنعيد على كل أبائنا المطارنة والأساقفة في كل إبرشيات الكرازة في أنحاء العالم، وكل الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والشباب والأطفال كلهم كل سنة وهم بكل خير وسلام. سنة طيبين. كل سنه وجودك طيب يا ابونا، وربنا يخليك دايما قدس ابونا. تعيش يا عصام. شكرا ليك يا أخي عصام، وشكرا لأخ وائل وتعبه، وشكرا لكل فريق كاميرا الشباب. شكرا دايما شباب. كل سنه وجودك طيب يا أبونا. سنة طيبين. شكرا ليك.